في قرية ساحلية هادئة عاشت شابة جميلة تدعى سارة مع حبيبها خالد. كان حبهما مثاليا، يتشاركان أحلامهما وآمالهما ويخططان لمستقبل مشرق معا. بمرور الوقت ازدادت شهرة خالد كفنان موهوب، وسافر ليعرض أعماله الفنية في مختلف أنحاء العالم. وعد سارة بالعودة إليها قريبا، وظلت هي تنتظره بفارغ الصبر. في أحد الأيام تلقت سارة رسالة من صديقة لها تعيش في المدينة التي سافر إليها خالد. أخبرتها الصديقة أن خالد على علاقة بامرأة أخرى، وأنهما يعيشان معا منذ شهور. انهارت سارة عندما سمعت هذه الأخبار. شعرت بالخيانة والألم الشديدين، وكأن قلبها قد تحطم إلى أشلاء. لم تصدق أن خالد الذي أحبته بكل قلبها قد خانها مع امرأة أخرى. حاولت سارة التواصل مع خالد، لكنه تجاهل رسائلها واتصالاتها. شعرت بالعزلة والوحدة، ولم تعرف إلى من تلجأ. أصيبت سارة بالاكتئاب، وفقدت شغفها بالحياة. لم تعد تهتم بأي شيء،